السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة إبداع جيجي. اليوم إن شاء الله آه، بغيت ندير العصير، وبهاد أول مرة غنجرب هاد الطحانة ديال الكيوي، حيت كانوا نصحوني الناس وقالوا لي راه زوينة شريها، وكانت في البرومو ديال بيم وخديتها. وبغيت ندير العصير وانا نتفكر واحد الاسئله كانوا جاوني من عند واحد المتتبعات. انا غنجربها ان شاء الله قدامكم ونشارك معكم تجربتي الاولى فيها. كما قلت لكم هذه راه دايره الثمن ديالها 84 درهم و90، يعني 1700. صراحه زوينه والناس شكروها. حنا غنجربوها دابا. اول حاجه نجبدوها من الباكاجين ديالها ونغسلوها مزيان. اول حاجه ضروري تغسليها مزيان، عاد ديك الساعه نخدموها. غنغسلها ونعاود نرجع. هيا غسلتها دابا. كما كتشوفوا راه عندها راس صغير ديال الليمون الصغير اولا الحامض، وعندها الراس الكبير. دابا نبداو بسم الله. هي اون فوا كتهزي يدك كتقلب العكس. ويلي ويلي نقاتها مزيان. مستحيل بمانيوال ديريها بهاد الطريقه. وبغيتها مستحيل. راه ديجا فيها الصفايه ديالها باش هذاك فوالا. كما كتشوفوا هنايا كتحكمي بالصفايه، يا اما تكبري لها العيون يا اما تصغريهم. كملوا. دابا نخويها في شي حاجه، شي قرعه. الطريقه ديالها باش نزولوها كندورو هاد الجهه اليمين عفوا، ونحيدو هذا. تبارك الله الكميه وفيره. ناخدو قرعه نعمروها دابا.
نكمل الكميه نتلاقاو. كما كتشوفوا راني كملت الكميه كامله اللي كانت عندي ديال الليمون. صراحه عمليه بزاف وزوينه، من المنتوجات الرائعه. كانوا دايرين نيت هاد العصاره كيوي، ولكن واحد الشكل اخر، كانت بيضه كامله من هنا. ضافوا عليها تحسينات، هي هذه صراحه زوينه. هذه دايرينها على حسب الغبره، زعما ما يعمرش هادشي بالغبره، الا كنتي حاطاها فشي مكان واضح وشي بلاصه مهويه. ونصيحه اللي نعطيكم هي انكم مجرد ما تساليو منها ديريكت تمشيو تغسلوها، ما كاينلاش بقى فيها ويلصق عليها هذاك الشيء، ما غتولي صعيبه في الغسيل وغتعذبكم. ديما نغسلوها بالزربه ونديروا لا طورشون نشفوها ونرجعوها لبلاصتها. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المقبل. مع السلامه.